وطبعا حكم يعني من أسوأ الحكام، ولازم الزمالك يشتكيه يعني ده بجد يعني. بس هتقول ايه بقى اذا كانوا اصلا مش دريانين؟ يعني هيشتكوا ايه؟ حكم بيدي 6 دقايق وقت ضايع، بيلغي ضربة جزاء صحيحة مليون في المية، جون هدف صحيح مليون في المية. يعني بصراحة النهاردة الحكم عمل كل حاجة عشان الفرقة دي تتعادل، كل حاجة. جون لغاه، ضربة جزاء ما حسبهاش، وقت 6 دقايق الشوط الاولاني، 8 دقايق الشوط الثاني، انذارات على الفاضي وعلى المليان، فاولات على ال 18 على الفاضي وعلى المليان. مع انها فرقه ما تستاهلش، فرقه عاديه والزمالك كان يكسب، ولكن سبب التعادل الحكم مش الفرقه ولا المدرب ولا تغييرات المدرب. لو قعدوا 3 ايام الفرقه دي ما كانتش هتجيب جول. ولكن يعني هنقول ايه بقى، صبحي النهارده هو السبب في التعادل. مع وانت شايف ان حكم سيء، يعني حكم عليك على طول يعني. اعتقد ان لو في واحده يعني مش زي بتاعه شيكوبانزا دي هيحسب في ضربة جزاء وهو مغمض يعني. منك لله يا حكم والله. يعني نكدت على جماهير الزمالك، مع ان النهارده انا شايف ان رؤوف النهارده عامل مباراه محترمه تكتيكيا، عامل مباراه محترمه. يعني حتى كمان اخر ربع ساعه لما شفت ربك شفت ربك يا رضا، انا مستنيك على فكرة والله. استنى، انت هتقول ايه؟ بيطلع يشيب المدرب، هو بيلعب اصلا في بطولة كحيانة بالنسبة لبطولة افريقيا. بيطلع يشيل يقولك الفرقة دي كسبت، ما بيطلعش يعيب في اي لاعب يحسسك ان هم نجوم العالم، وبيطلع يتكلم عن حكم هو سبب الخسارة. انت متخيل؟ طب لما الفرقة دي تعبانة ما كسبتهاش ليه؟ هو مش بالكلام. اما انت بتلعب كده، ما انا في الرعب اللي كنت فيه. لا لا، انت ترماش عليك ازايز، ما ترماش عليك سكينة معجون، ما ترماش عليك حاجة، يعني امورك هادية. اما انا كنت في رعب. انا كده بقى اسد، انا كده وحش. لما انت طالع بتتكلم، اللي امبارح قلت اصل بيقولوا اصل بيقولوا الفساد ومش الفساد. شفت يا رضا؟ شفت اللي احنا عاملين لك حاجة في دماغك؟ شفت انك انت حاقد؟ شفت ان انت منافق؟ كويس انك بتبان، كويس ان الناس عرفتك على حقيقتك والله.